اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين. اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا ونجاة في قبورنا يا مجيب الدعاء يا مجيب الرجاء. تقبل منا زكاتنا بالصدق والوفاء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ازيكم حبايبي؟ بقالي كتير انا مقصرة في الفيديوهات، معلش اعذروني. ده كده بقالي كتير ما نزلتش معاكم روتينات، وانا كنت غيرت فرش الركنة وفرش الصالون، وغيرت النظام في الشقة، فقلت اما اوريهولكم. طبعا كده انا وريتهولكم بعد ما هو اتروق واتظبط يعني. قمت كده بقى استعينت بالله انا وبنوت حبيبتي، نفضنا الركنة ورفضنا الصالون وأوضة السفرة، يعني في الصالة ما يعني يا دوبك هو مكان الأكل بس اللي بنحطه وبنشيله، ما بتتعبش بصراحة. هنا بقى مطرح اللي بيريح شوية على الكنبة أو بيتفرج على التلفزيون، وبنديها بقى كنسة كده أوام أوام. وبعد كده استعنا بالله بقى كده، وقلنا عملنا شوية مرجان وجمبري ومكرونة بلدي. كده انا بقى قاعدة. ده كنت جايبة المرجان 3 كيلو ب105، كان حاسبهولي ب35، صابح وجميل بقى وزي العسل. والمكرونة كنت جايباها ب70، والجمبري كان برضو ب70. حلو الحجم دوت للرز، عشان هما كان نفسهم ياكلوا رز بالجمبري، فالجمبري الصغير ده آه جميل يعني مع الرز. هنا بقى بصراحة أنا كنت قاعدة وبنضف السمك، فلقيت يعني ورايا مشوار مهم، فسبت أكلة السمك دي بقى، سبتها لعنبر بنتي الكبيرة، قلت لها معاكي ربنا بقى، بس اجي الاقيكي عاملاها. هي ما شاء الله ليها نفس في الاكل برضو. والله يا جماعة انا عايزة اقول لكم ان عيالنا دول ماشيين بالخلاف، يعني نقول لهم قوموا اتعلموا. هنا بقى شوية المرجان دول قلت اما اشيلهم، عشان يعني الكمية كانت كبيرة، او يعني هي اللي بتقضينا يعني. الجزء اللي انا عملته من السمك ده هو ده اللي بيقضينا. شلت بس نص المرجان مع كيلو المكرونة وكيلو الجمبري والرز والسلطة، وقلت لها بقى ايه، معاك ربنا اجي الاقي الاكل معمول. بصراحة يعني هي راحت عاملة السمك كله والرز والسلطة، ما غبتش يعني مسافة ساعة. جيت لقيتها محمرة السمك والسلطة، وبقيت واقفة على دماغها كمان، انتي لسه ما خلصتيش. وكلنا الاكل سخن بصراحة كان زي العسل. يعني هي بصراحة السمك اسهل حاجة، آه، اسهل من الطبيخ ومن المحاشي ومن اي حاجة.
هو بس الغلبة فيه انت بتقعدي بقى بتفرشي مشمع مثلا كده، بتقعدي بقى انت تنضفي السمك اذا كان معاكي بنتك او معاكي اختك. وبعد كده التتبيلة بتاعته بتبقى بسيطة. المرجان ده حجم وسط حلو، ما هواش كبير يعني وما هواش صغير. احنا بنعز المرجان بصراحة، بيبقى طعمه عامل زي البربوني. هي هنا بقى الله يخليها يا رب ويفرحني بيها. عايزة اقول لكم ان هي موسوسة قوي من ناحية النظافة بتاعت السمك. السمك والفراخ هي مقرفة في أكلها شوية، يعني هي ما تحبش اللحمة المسلوقة والفراخ المسلوقة، بتحب الأكل المشوي. الحاجة الوحيدة اللي ما فيش عليها خلاف معاها أو مع باقي إخواتها هي السمك. هنا بقى هي وقفت شطفت الجمبري شطفة كده على السريع، ومسكت المرجان والمكرونة، عادت على التنظيف بتاعها بقى على تحت المية. هنا بقى راحت عاملة التخليلة بتاعت السمك، توم وفلفل وكمون وكزبرة وملح وخل وليمون. هنا بقى خدت الجمبري، هو ده الجمبري المتقشر، عملت نص الكمية متقشر، أو متهيألي 3/4 كمية الكمية. عملت نص كمية متقشر والنص التاني مش متقشر. هنا هو ده اللي هنقليه عشان تحطوا الجمبري على الرز مقلي. والتاني بقى اللي ليه مزاج يا جماعة ويقدر ان هو يعمل الوصفة دي اللي هي هي عملت النص التاني. عملتيها ازاي يا عنبر؟ بصل وفلفلة ونص معلقة كركم ونص كمون ونص كزبرة وملح، بس كده. وشوية زيت، حطيت شوية زيت. مم. دي بقى الوصفة دي اللي هو ايه، يعني انا اكلت وشبعت اهو، عايزة اتسلى بقى. تمسكي بقى الجمبري ده، تمصمصي فيه بقى كده وتقشريه واحدة واحدة. طبعا مالكيش خلق تعملي كده، قشريه وقليه كل مرة واحدة. بس هي ماما كانت بتعملها الطريقة دي بالجمبري الجامبو، فاخويا دخل عليا وقال لي انا عايز اللي ماما كانت بتعمله ده، فعملت له حبة ليه، دخلنا فيه كلنا يعني. هو كان زي العسل بصراحة. هنا بقى هي عملت البصل والزيت. انت كنت عاملة قد ايه رز؟ كنت عاملة 4 كوبايات رز، حطيت لهم 4 كوبايات مية، وحمرت 3 بصلات، نص معلقة سكر.
اسيبهم يتكرملوا مع بعض، وبعدين احط لهم ال4 كوبايات ميه واسيبهم يغلوا، واحط لها نص معلقه كمون، نص كزبره، ومعلقتين صغيرين ملح، يغلي، وبعدين احط عليهم الرز، قلبيه بقى وغطيه وسيبيه ربع ساعه كده على النار، يعني 20 دقيقه بالظبط، والرز بيكون اتعمل. هنا بقى انت هتصبري على المية لما تغلي ولا هتحطي الرز؟ لما تغلي اغطيها لحد ما تغلي، اروح حاطه لها بعد ما تغلي الكزبره والكمون والملح، وبعدين اروح نازله بال4 كوبايات رز. هي بتحب يا جماعة تعاير الرز دايما المية بتاعته. انا بالبركة كده يعني، عشان هي انا اتعودت عليها بالنظر. هي لا بصراحة بتحب تعمل بالمعيار يعني، ودي حاجة حلوة يعني، اللي بالنسبة للعيال الصغيرين يعني اللي لسه مبتدئين. ان هنا كنت حاطه في الدقيق ملح وكزبره وكمون، وحطيت معلقتين نشا، تدي بصراحة قرمشه كده حلو السمك. كان طعمه حلو بصراحة. السمك لما يكون صابح يا جماعة يعني حتى لو أقل تتبيلة انت بتعمليها ملح وكمون وكزبرة بس وملح، وشوية خل وليمون، هيبقى زي العسل، مش محتاج تتبيلة كتير. بس احنا بقى متعودين على الثوم والفلفل، بيبقى ريحة السمك بصراحة يعني بتبقى ريحته مفحفحة كده زي ما بيقول، التتبيلة اللي الكل بيعملها يعني. وهنا استغليت ان امي مش موجوده، وعارفه ان هما بيقفوا لي على شعره الملح، عشان بحب الملح بيبقى الاكل بيبقى ملحه زياده شويه. استغليت ان هي مش موجوده، وحطيت في تتبيله السمك 4 معالق كبار ملح و6 ليمونات، عشان هي مبتحبش الليمون كتير في الاكل، ما بتحبوش في خلطه السمك بالذات. بس انا والله احنا ما حسينا ان هو لان هو حادق ولا كمان حاجة، كان طعمه حلو يعني. كان سريع، يعني ما كانش لو كان قاعد في التتبيله ما كنتش هحط طبعا الكميه دي كلها ملح، بس طلع مظبوط يعني. ولا هو الملح بصراحة هو شكله ما كانش بيملح ولا ايه، لان التتبيلة كانت حلوة، انما لو كانت حادقة احنا ما كناش سيبناها بصراحة. ان انا كنت قلبت البصل و... والفلفل، نص معلقه سكر، قلبتهم مع بعض، وبعدين بقى ابدا انزل بالبهارات واحده واحده. او هنا كنت بجيب نص معلقه كركم، هي نص معلقه كركم، وعليها نص كزبره ونص كمون، نص صغيره ملح، لان كده كده كنت حاطه عليه دوت من التتبيله بتاعه السمك، كنت حاطه بتاع معلقه كده. اللي سمك بقى كده بصراحة زي العسل. ده ماما بتعمله بالجمبري الجامبو، مفيش حد داقه من ايدك يا ماما، لما سأل ما مشيش من بيتنا لما سأل على الطريقة بتاعته. كان زمان بقى الجامبو ده ناكله. كان زمان الجامبو، دلوقتي بنجيب ربع جامبو. بس بصراحة يعني الوصفة والطريقة دي ما تعمليهاش إلا لما يكون ليكي مزاج ان انتي تقعدي تقزقزي بقى الجمبري. هتلاقي العصير المية اللي هي من التوابل ومن البصل ومية الجمبري، كل ده بيبقى ليه طعم حلو. بس للي متعود على الطريقة دي وليه مزاج انه يقزقز الجمبري، واللي ملوش بقى يبقى هو كفاية عليه انه يقشره ويقليه. هنا خلاص كده انت قعدت قد ايه كده مغطياه؟ الجمبري بالظبط يعني 10 دقايق، اول ما ياخد غلوة كده خلاص بطفي عليه. علشان ما يجلدش. هنا دي كده اول طاسة. ده المكرونة ولا لا المرجان؟ المرجان. وهنا عملت غلطة، المفروض الجمبري كان يتقلي الاول، وانا لو كنت قليت الجمبري الاول اخويا ما كانش هيسيبه، فرحت رحت قالية البتاع المرجان والمكرونة الأول، وبعدين رحت قالية ربنا ما يحكمك عليهم يا بنتي. رحت قالية بعدين الجمبري،
فخد لون او ما خدش لون غامق، هو يعتبر الزيت كان اتوسخ. خلاص بقى، انا مش عايزه اقول لكم التهديد اللي تحتي دلوقتي. يلا بقى اديكي بتتعلمي. هنا بقى بعد ما خلصنا كده، هما كانوا واقفين فوق السفرة عمالين يقولوا خلصي احنا اه جعانين. والله جينا من بره بقيت اقول لها يلا يلا هاتي، كان على تمليح السلطة بس سوسو كانت عمالة تقول لي جعانة خلصي جعانة. يا رب يكون بس عجبكم كده لا هو طعمه زي الطريقة، العسل بصراحة. وقولوا لي حلوة ولا لا في الكومنتات كده. وشكرا شجعوها يا ليكم. جماعة، شجعوها يا جماعة وقولوا لها رأيكم في الكومنتات ايه. احسن ده عيالي دي خلاص شكلهم كده هيشتغلوا في القناة وانا هقعد بقى. سلام السلام عليكم. عليكم.